واحد الراجل سميتو سيت جاي من كوريا الجنوبيه. الحاله اللي كان فيها هذا السيد كاع الناس اللي كانوا معاه كان كيتسحاب ليهم بلي حتى هو جاي نوبته وغيموت، حيت غير كان كيدور في الكولوارات ديال لا مورغ وكيبان ماشي هو هذاك. وكاع عائلته كانوا مستريسين وخايفين عليه، وفين ما مشى كيكون شي واحد من العائله جالس حداه ما كيبغيوش يخليوه بوحديتو اللي يدير فراسو شي حاجه او لا توقع ليه شي كارثه، لان حالته ما كتبشرش بالخير وكان منهار ومدمر بزاف. وفي نفس الوقت الزوجه ديالو كانت في الغرفه اللي من موراهم، غيبداو يديروا ليها لوطوبسي باش يعرفوها كيفاش وامتى تقتلات. دارهم جديده بعد ما كانوا مزوجين غير 3 شهور، مسكينه تقتلات وفي نص الليل. وبما ان سي جي كان سكران وكان طايح ناعس فوق الكنابي، ما عنده حتى شي فكره اشنو وقع لمرته ملي كانت بوحدها في البيت. ممكن يكون شي واحد اللي اقتحم الدار او يكون شي مرض ولا شي حاله طبيه اللي في شكل، واخا هادي راه محال ولكن ما تقدرش تعرف. سي جي كان جالس حدا اخت مرته، وحتى هي كانت مدمره وتقدروا تقولوا باللي كانت مصدومه اكثر، وغالبا هي كانت كتعاني اكثر من سي جي لانه هي راه مشات ليها اختها، اما هو راه مشات ليه مرته وراه كانوا مع بعضياتهم غير شي عام ونص تقريبا. ولكن واخا هكاك العائله كامله كانت خايفه عليه، غالبا كيحس بتانيب الضمير لانه ما كانش معاه في البيت وكان في الصالون ناعس في الكنابي، ومشى لخدمته في الصباح وهو كيتسحب ليه بانها راها ناعسه في الوقت اللي كانت ميته في بلاصتها. ملي هما كانوا في الكولوار ديال لا مورغ وكانت كدار له توبسي لمرته، فدار عند اخت مرته وقال ليها عرفتي شنو، انا واحد الشخص اللي عنده رغبات جنسيه قويه. دورات راسها بقات كتشوفي ديك الشوفه ديال حتى واحد ما سولك، لدرجه شكات في راسها واش بصح سمعت ديك الهضره ولا غير كتهلوس. كيفاش شنو كتقصد؟ وغيقول ليها انا واحد الشخص اللي عنده رغبات جنسيه قويه فهمتي، ولكن اختك ما كانتش كتخليني نقيسها. فهي مسكينه بقات جالسه جامده في بلاصتها وكتحاول تستوعب هاد الهضره هادي. اختها ميته وغالبا مقتوله وكيديروا ليها التشريح في الغرفه اللي من موراهم، وراجل اختها جالس كيقول ليها بلي عنده بزاف ديال الاحتياجات. فاشنو هاد التخربيق هذا اللي واقع؟ هلو جايز، كنتمنى تكونوا كاملين بخير ومرتاحين. مرحبا بكم معايا في قضيه جديده and welcome back to my channel. قبل ما نبداو ما تنسوش انكم ديروا لايك كومونتير وشاركوا في القناه باش هكذا ديما يوصلكم الجديد. وفقط للتنبيه، عافاكم ما تفرجوش حدا شي واحد كتحشموا منه او لحدا ولادكم. وكم ملاحظه، اختاريت هذه القضيه لانه جاتني مهمه بزاف، خصوصا العائلات اللي مزوجين وحتى البنات اللي مقبلات على الزواج. فبلا ما نطول عليكم اكثر let's get into the case. كاينه واحد العاده في كوريا الجنوبيه، الا كنتي ساكن في شي عماره فيها بزاف ديال لي زابارتمون، كل مره غتسمع شي واحد كيدق عليك في الباب، وملي كتجي تشوف شكون كيبان لك واحد او جوج ديال الناس اللي عمرك في حياتك عرفتيهم اولا شفتيهم واقفين حدا الباب وحشمانين. المهم كتحل لهم الباب وكيقولوا لك السلام، حنا جيرانكم جداد ساكنين الفوق ولا لتحت ولا حداكم، المهم وجبنا لكم الكيك ديال الروز. هاد العاده هادي باقا كاينه في كوريا الجنوبيه ولكن ماشي بحال دابا، لان العمارات في كوريا ولاو كبار بزاف، يعني ما يمكنش تصيب اولا تشري كيكه ديال الروز ل 140 ابارتمون كاينين معاك. ولكن حتى في العمارات الصغار الناس ما بقاوش كيديروا هاد العادات. ديروا في بالكم بان الهدف من هاد العاده راه ماشي غير باش تلقى بالجيران وتبان ظريف ومؤدب وتجيب لهم الكيكه ديال الروز. في الواقع الهدف ديالهم هو يجريو على الارواح الشريره اولا الشيطان. فهذا هو المعنى ديال الكيك الروز، يعني الا كان الشيطان ساكن حداك في هذيك العماره كتجري عليه بهذيك الكيكه. فهاد الشيء علاش في ديسمبر 2024 هيونغ وسي جي بداو كيفرقوا الكيكات ديال الروز على كاع الناس اللي في العماره، حيت كانوا يلاه تزوجوا وغيسكنوا مع بعضياتهم. الجيران ديال العماره بقاو مصدومين لانه غالبا غير الدراري الصغار اللي كيجيو يفرقوها حيت والديهم صيفطوهم بالزز، اولا شي كوبل مثلا كيكونوا شارفين وباقيين شادين في العادات ديالهم. ولكن قليل فين كتلقى مثلا كوبل باقيين صغارين وهما اللي كيفرقوا هذيك الكيكه براسهم. فهيونغ وراجلها سيت جاي هاد لو جيست اللي داروا كان كيوت وجيرانهم عجبهم الحال. هيونغ وسيت جاي تزوجوا في ديسمبر 2024. وحده من صحاباتها قالت في العرس بلي واخيرا هيونغ تلاقات بالراجل اللي كيستاهل، راجل اللي قلبه كبير وحنين، المهم كاع داكشي اللي كتمناه اي بنت. قالت لهم الطريقه باش كيشوف هيونغ، الطريقه باش كيهضر معاها، النبره ديال صوته وكيفاش كيهتم بكاع التفاصيل. فانا صحاباتها كانوا كاملين فرحانين ليها حيت غتزوج بشخص بحاله. ممكن هادشي كانت عنده علاقه بانها في عمرها 34 عام ملي تزوجات، بحال الا قلتو ما كانش باغا تزوج غير هكاك باي واحد، كانت كتسنى الشخص المناسب. يعني دابا بما انهم كانوا مستقرين وعارفين راسهم اشنو باغيين واخيرا تلاقاو بعضياتهم. الاخت الكبيره ديال هيونغ واللي سميتها ميمي، باي ذا واي هذا غير اسم مستعار، المهم كانت فرحانه بزاف وقالت بلي هذا كان العرس ديال الاحلام ديال اختي. كان هذاك النهار اللي من شحال وهي كتحلم به، كانت تلقى هاد الاحلام ديالها والكسوه اللي بغات. وراجلها سي جي كان كيعيط لوالديها ماما وبابا، كانت بيناتهم واحد العلاقه اللي زوينه بزاف كلها حب واحترام. اللي نقدر نقول لكم هو ان هاد الكوبل كانوا احسن مثال علاش خاصك تسنى حتى الثلاثينات عاد الزوج، حيت بحال الا قلتي هذاك هو الوقت المناسب اللي غتلقى فيه بالشخص المناسب، حيت كتكون ناضجه عقليا وعاطفيا وغتعرف تختار مزيان. بالاضافه
بالاضافه انه كلشي كان غادي بيرفكت بخصوص علاقتهم بجوج بيهم، كانوا مؤدبين بزاف، كيخدموا مزيان ومنضبطين وكيحافظوا على التقاليد والعادات ديالهم، بحال هذاك البلان ديال الكيك ديال الرز. وحتى ملي كيكونوا خارجين مع صحابهم او العائله وكيوقع بيناتهم شي سوء تفاهم وكتعصب عليه، سي جي كيبقى كالم وكيحاول يقلبها ضحك وكيقول لهم ها شفتوا هي باغا ديرني خاتم في صباعها، يعني كيحاول يلطف الجو، ماشي كيتقاص الايغو ديالو وكيقلبها دباز. المهم غير باش تعرفوا شخصيته شحال زوينه وغزاله. 하나, 둘, 셋. 잘 살아! فهاد الزواج اللي الناس كانوا كيشوفوه مثالي موراها بشهرين، يعني نهار 19 فبراير 2025 هيونغ غتصيفط ميساج لسي جي وقالت ليه كنظن بان الطلاق هو الحل. الصباح ملي نفيقوا يلاه نمشيو نجيبوا الورق ديال الطلاق. وموراها بشهر بالضبط، يعني دابا 3 شهور مورا ما تزوجوا وراه باقي ما تطلقوش، ماما هيونغ غادي يجيها ابل من عند سي جي وجاوباتو الو، ولكن كانت كتسمع فيه غير كيبكي، وعاوتاني غتقول ليه الو اشنو واقع ياك لاباس اشنو واقع لهيونغ. هو ما جاوبهاش، كان غير كيبكي وكيشهق، وبقات كتقول ليه دوي معايا قولي اشنو واقع. فهنا شي واحد اخر غادي ياخذ منه التليفون وصوتو كان غريب على ماما هيونغ، عمرها في حياتها كامله ما سمعت هذاك الصوت. معاك البوليس، بنتك توفات ما بين البارح في الصباح وهاد العشيه. كيفاش فين هو راجل بنتي؟ دوزوا لي بغيت نهضر معاه. عقلو ما حاضرش دابا، راه في حاله هستيريه، ولكن غير خصكم تفهموا على المساله النقل ديال الجثه ديالها لمستودع الاموات باش يدير ليها التشريح من بعد. في هاد اللحظه ماما هيونغ غتسمع في الباك جراوند الصوت ديال سي جي هو كيقول اشنو غندير. وملي بدات كتسمع في سي جي وهاد خونا هذا، هنا بحال تقولوا ضربتها الفيقه، بدات كتستوعب بان هاد الشيء هذا ماشي بصح وغير كذوب. فتكلمت شويه من هذيك الهستيريا اللي كانت فيها، وراه ماشي كانت مصدومه اولا منفصله على الواقع، ولكن عند بالها هادو غير هادوك النصابه اللي كينصبوا على الناس في التليفون. فكان خاصها تمشي من مدينتها حتى للسول باش تشوف بنتها هيونغ، وقالت لهم ما هبط حتى شي دمعه حتى وصلت للسول، لانه ما قدرش نتيق، لانه في هذوك الاتصالات ديال النصابه كتقدر تسمع الصوت ديال بنتك اولا ولدك كيبكي وكيغوتو واخا راه ماشي هما، ومراه كيقول لك صيفط لنا 10000 دولار او لا 20000 دولار. غير هو في هذا الكول الفرق اللي كان هو انهم ما طلبوا لا فلوس لا والو. فهنا فين ماما واختها الكبيره ميمي مشاو كيطيروا لابارتمون ديالها اللي عاد رحلات ليها هي وراجلها، وما كان لا سكام لا والو، لانه فعلا للاسف بنتها هيونغ ماتت. حتى واحد ما كان عارف علاش، وهذا الشيء ما كانش كيستوعبوا العقل، لانه هي في عمرها 34 عام وما كان عندها حتى شي مرض او لا مشكل صحي من قبل، صافي غير هكاك حتى ماتت وهي ناعسه في الناموسيه ديالها. وسي جي كيقول بانه كان ناعس في الصالون في الكنابي، موراها فاق في الصباح مشى للخدمه ديالو وما عنده حتى شي فكره اشنو وقع. اختها هيونغ الكبيره اللي قلت لكم سميتها ميمي كانت في الجنازه، ولكن كانت حاسه براسها ماشي هي هذيك وكانت تلفه بزاف. يلاه شفت اختي الصغيره غير ساعات قبل ما تموت في الناموسيه ديالها، هادشي ماشي منطقي بمره. وفعلا راه الا جاو يشوفوا الوقت ديال الوفاه واللي من خلال التشريح كانت تقريبا مع هذيك 6 ديال الصباح، وهي كانت شفت اختها مع هذيك 3 ديال الصباح، يعني راه بصح هادشي هذا ما كيدخلش للعقل. هيونغ وراجلها سي جي تلاقاو بختها الكبيره ميمي وصاحبتها، فهاد الربعه كانوا في شي ريستو وبقاو كيشربوا حتى لهذيك 3 ديال الصباح، وكانت كتشرح للناس وكتقول لهم بلي غير ساعات قبل كنا مدوزين وكاته زوينه وكنشربوا، والناس بداو كيسولوها زعما كاع ما بانت لك شي حاجه ماشي هي هذيك اولا في شكل في هيونغ هذيك الليله، لانه ما يمكنش تكون بصحه مزيانه وفرحانه وغير هكاك على غفله تموت اولا. فميمي غتجاوبهم وقالت لهم كنت حرفيا جالسه قبالتها، كنت اونفاس معاها، كون كانت فيها شي اصابه او شي حاجه كتدل على انها مريضه كنت غنسولها، ما كانتش اصلا بينا فيها بانها مريضه، غير قالت لنا بلي جاتني الدوره الشهريه ديالي وجاتني كثيره وعيانه بزاف صافي. فهاد الشيء نورمال، ماشي شي حاجه اللي كتخلع. البنات كاملين ملي كتجيهم الدوره الشهريه ديالهم اولا ملي كتكون قريبه كنبقاو كنقولوا ما عرفت مالنا، حاسه براسي ماشي هي هذيك، انا براسي داك الحرق كيدوزها عليا. فكانت كتبان بلي عيانه، ولكن ماشي بشي طريقه اللي خطيره، ماشي لدرجه غيتخلعوا عليها وغيقولوا ليها يلاه دابا نديوك للدار. المهم لحد الان يعني في هذه المرحله ديال الجنازه باقي ما تعرفش السبب ديال الوفاه. وهذيك ليله سي جي كان كيحاول يبدل الجو ويخلي مرته تحس براسها مزيان، وقال لهم يلاه كاملين نمشيو ناكلوا في شي ريستو ونشربوا. والمثير للانتباه هنايا هو انه ماشي من داك النوع ديال الناس اللي عزيز عليهم يشربوا او اللي بقاو سهرانين على برا. فهاد الشيء كان شويه كيبان غريب ومفاجئ. المهم واخا هكا جلسوا كيشربوا وكملوا هذيك الليله بخير، وموراها ميمي وصاحبتها غادي يحطوا هيونغ وراجلها سي جي في دارهم، لان صاحبه ميمي هي اللي كانوا متفقين انها ما غتسكرش وتبقى فايقه باش تسوق بيهم. فهيونغ وراجلها سي جي غادي وصلوا للدار مع هذيك 3 وقسمين ديال الصباح، وميمي قالت بلي كنت سكرانه بزاف لدرجه ما عقلت حتى امتى وكيفاش رجعت للدار. ومع هذيك 4 ديال الصباح هيونغ صيفطات لي شي ميساجات هكذا كانت مصوره هكا وهي سكرانه، وقالت ليها نعسي باش تفيقي غدا الخدمه. المهم في الجنازه ملي ميمي كانت كتعاود لهم هادشي كامل اللي عاودت لكم، الناس غادي يسولوها على سي جي كيف بقى مع هادشي كامل وكيفاش تعامل مع الموت ديال مرته. وقالت لهم ملي مشيت لابارتمون ديال اختي سي جي كان جالس في الصالون وساهي، وبقيت كنسول فيه اشنو طرا عاود ليا، ولكن ما كانش واحد الحاله
اللي يقدر يهضر فيها. بقى غير كيبكي وكيقول ما عرفتش ما علينا. في وسط الجنازه غيدخلوا واحد الجروب ديال الرجال غادي يشدوا سيد جاي وداو لواحد القنت. هذا لو جيست كان شويه ماشي هو هذاك، لانه عاده كتعزي الواحد في هذيك البلاصه اللي واقف فيها حتى التابوت، ولكن هما داوه للقنت. وواحد من هذوك الرجال اللي دايرين به غير يدو في جيبو وجبد المينوط وداروا لسيد جاي قدام عائلته وعائله مرته وصحابه. وملي استوعبوا الامر كلشي نقز من بلاصتو، بقاو غير مصدومين وكيتفرجوا، ما عارفينش اشنو خاصهم يديروا، ولكن كانوا مخلوعين لانه في الواقع هادو كانوا بوليس ومحققين، وقالوا لي قدام الناس كاملين انت معتقل كمشتبه فيه في المقتل ديال مرتك هيونغ. الناس اللي دارت معاهم مقابله واللي كانوا حاضرين في الجنازه ديال هيونغ قالوا بان داكشي اللي وقع كتحس به بحال لا ماشي بصح. المهم في شكل، لانهم ملي كانوا جارين سيد جاي ومخرجينه في واحد اللحظه بدا كيغوت وكيقول ماما ماشي انا، ماما زعما نسيبته، اولا كيف كيقولوا هما اوموني خاصك تيقيني راه ماشي انا. ومن بعد هو غادي يحني لعند بابا هيونغ وقال ليه انا راجع راه ماشي انا، وعينيه كانوا مطرطقين كيبان بحال هيستيريا. ولكن اخت هيونغ ميمي وصاحبتها غيبان ليهم دار نص ابتسامه بحال الا ما قدرش يحبس الابتسامه ديالو. اوكي غنديرو بوز وغنهضروا على واحد البلان اللي مهم جدا وعنده علاقه كبيره بالقضيه ديال اليوم. كاين واحد الموقع اللي كيهضر على كيفاش يكون عندك زواج مثالي، يعني كيفاش ترضي الطرفين بجوج بيهم، وكاتبين بان الزوجه ما تقدرش ترفض راجلها غير هكاك، وتقدر فقط انها تاجلها لمره اخرى. امورها خاصها تعوضوا على هذا التاجيل في اسرع وقت ممكن. وقال لك بان المراه ملي كترفض دير علاقه حميميه مع راجلها فراه عنده الحق يعتبر هذا الشيء هذا خطيئه وذنب، ماشي غير مع راجلها ولكن حتى مع الله. وقالك حق ما حق بان الراجل ما خاصوش يحس بتانيب الضمير الا دار علاقه حميميه مع مرته وهي ما عندهاش الكانه واخا تكون دارتها غير بزز. قالك بان الراجل خاصو يستعمل الحكمه والدعاء باش يعرف هذوك الاسباب اللي كتقول زعما كيخليوها بلا كانه، واش الاسباب صحيه او نفسيه او الطريقه ديال التفكير ديالها اللي غلطه او السلوك ديالها اللي ماشي هو هذاك. وزيد عليها قالك باللي الا كانوا الاسباب ديالها بصح زعما ماشي كتكذب فراه خاصها تمشي للطبيب او معالج نفسي في اقرب وقت ممكن. للاسف الشديد كاينين بزاف ديال الناس مكلخين، والكارثه هي انهم كيبدعوا في الكلاخ ديالهم. والطامه الكبرى اللي كسر من هذا الشيء كامل هو انهم كينشروا الكلاخ ديالهم في المواقع ولي بودكاست، لانه باش دير موقع مثلا اولا بودكاست وتنشر فيه الكلاخ ديالك راه ما كيحتاجش واحد الذكاء اللي خارق للعاده. المهم كمل وقالك باللي حسب الكتاب المقدس اولا البايبل ديالهم الراجل هو اللي عنده السلطه في داره، والواجب ديالو الديني هو اولا يحاول يربي مرته بما انها مسؤوليته. وكمل وقالك باللي من بين الطرق اللي يقدر يستعملهم الراجل باش يربي مرته الا رفضت انها دير مع علاقه حميميه ماشي هي انه يدوش وينقي حالته بعدا، او يدير شي فورماسيون في التنميه الذاتيه ويراجع راسو ويشوف راسو فين غلط واشنو كيدير، لانه غالبا المشكل راه فيه هو. لا هذا الكاتب هذا قال لك اشنو خاصك دير، ما تسافر معاها ما تخرج معاها. وعرفتي هذيك المعاونه اللي كتعاونها في الكوزينه ولا ملي كتنظم عليها الدار، يعني هو كيهضر على هذوك الحوايج البسيطين اللي كيديرهم اي واحد ساكن في شي دار بصفته انسان ماشي حيوان. قال لك داكشي اللي في الاصل هي اللي كان خاصها ديرو، ولكن انت كنتي كتحاول تكون ظريف معاها وكتعاونها ما تبقاش ديرهم. امورها قال الا كانت معتمده عليك ماديا حبس عليها المصروف من غير الماكله باش تبقى حيه. امورها غادي يكمل هضرته بهذيك الجمله المشهوره العبيطه علاش غتشري البقره الا كان الحليب فابور، مادام شريتي البقره من المفروض تاخذ الحليب فابور. اوكي كنظن بان هذا الموقع كيعكس واحد الفئه كبيره ديال الناس اللي فعلا كاينين في الانترنت ومزوجين واللي كيامنوا باللي مورا الزواج عنده الحق في العلاقه الحميميه واخا مرته ما تكونش باغا، يعني عنده الحق يغتصبها وما يسميش اغتصاب. كاين واحد ساب ريديت او لا جروب في ريديت سميتو تشينج ماي فيو واللي فيه واحد المجموعه ديال الناس اللي ما كيبدلوش الراي ديالهم، كيجيو تما غير باش يضحكوا في التعليقات ويهضروا على الافكار ديالهم. في واحد البوست عنده علاقه بالزواج والعلاقات الحميميه الرجل اللي تما قال لك لا الراجل عنده الحق يغتصب مرته لانها مرته وعنده الحق في العلاقه الحميميه واخا ما تكونش باغا. وبما ان السكس هو جزء من هذيك الكونطرا ديال الزواج، يعني الا ما بقاش فراه ما كتبقاوش مزوجين، كتوليو غير شي وحدين هكذا ساكنين مع بعضياتهم. وفي واحد البوست اخر كاتبين المراه اللي كتسنى من راجلها ما يشوش في عيالات اخرين وما يخونهاش في الوقت اللي هي كترفضو راه انانيه وقلبها ميت، لانه الراجل قالك في هذه الحاله عنده الحق يدير اللي بغا وكاع يخونها. وواحد المره كتبت لهم تماك بانها عمرها قالت لراجلها لا من غير الا كان شي مرض او لا اصابه اللي خطيره، قالت لك بان هذا الشيء واجب عليها باش تكون زوجه مزيانه وبلي بغا راجلها يحس بان هذه ما كاينه موجوده وقت ما بغا. شوفوا منطقيا الا كانت المراه ما مريضه ولا عندها شي حاله نفسيه وما باغاش دير معك علاقه حميميه راه ما باغاش ديرها معك حيت غالبا انت فيك المشكل. الكارثه هي انه كاينين بزاف ديال العيالات كيأيدوا هاد الافكار، بحال مثلا وحده كتبات انا راجلي قبل ما يتزوج كان عنده الاختيار يكون مع اكثر من وحده ولكن هو اختارني انا وتزوجني انا. داكشي علاش عمري قلت ليه لا واخا نكون مريضه ولا عيانه ولا ما راش قاديش او لا كاع نكون مكتئبه.
المهم دخلت لكم في هذا الموضوع باش نوريكم واحد الفئه ديال الرجال كيفاش كيفكروا وباش نستوعبوا هاد الافكار اللي انا كيجوني متطرفين وللاسف عندهم علاقه كبيره بالقضيه ديال اليوم. لان سيد جاي كان واحد من هاد النوع ديال الرجال، صحابو كيقولوا بانه عنده واحد وجهه نظر في شكل على الزواج والعلاقات. كان ديما كيقول لنا باللي الا ما كانش غندير سكس مع مرتي منين غناخذو، واش خصني نمشي نخلص عليه ولكن نقولوا كان سكران ما كانش في الوعي ديالو، اولا مثلا كيقول شي حوايج بحال الا انا بغيت خاصها ديرها، هذا هو الزواج. المهم حتى هنايا نقولوا كان سكران وما كانش عارف راسو اشنو كيقول. المهم 4 شهور قبل ما يتزوجوا هيونغ وسيد جاي كانوا راجعين من واحد السفره اللي كانوا فيها مع صحابهم في الفيتنام. هادشي في شهر 8 2024. هبطوا في المطار ديال كوريا الجنوبيه وهي كانت كتحس براسها ماشي هي هذيك. مشات للطواليت امورها بشويه، الاسعافات كانوا على برا المطار ودوها في حاله مستعجله. كان الدم في كل بلاصه وداكشي كان كثير بزاف. هذيك الكميه ديال الدم ما كانش نورمال لانه للاسف جهدات. من بعد 6 شهور وهم مصاحبين هيونغ حملات وفي الواقع ساقط الخبر غير شي ايامات قبل ما يمشيو لفيتنام. هاد السفيره كانوا سيمانات وهما كيخطوا ليها مع صحابهم، ولكن هيونغ اللي ديما كانت باغا تكون عندها عائلتها وولادها لدرجه انها طلبت واحد الباج ديال العيالات اللي كيكونوا حاملين واللي كيعطوه لك في كوريا. كتقدري تستعمليه في المحطات او في التران، المهم ترونسبور العمومي بصفه عامه، لانه بزاف ديال العيالات ما كتكونش باينه فيهم حملات، خصوصا في هذاك الاول كرشو ما كتكونش باينه مزيان. وهذا البلان في كوريا عاطينه واحد الاهميه اللي كبيره. المهم كانت متحمسه بلا قياس وبقات كتسول الطبيب ديالها زعما واش تقدر تسافر. وغير باش نوضح لكم، هي اكتشفت الحمل ديالها غير شي سيمانه او ايامات قبل ما تسافر لفيتنام، والطبيب قال لها غتكوني مزيانه، هو راه كل مره وكيفاش ولكن غتكوني بخير، واصلا ماشي حتى شي رحله اللي غتكون طويله بزاف، دونك قال لها ما عندك مناش تخافي. ولكن للاسف مورا ما رجعوا من هذيك السفيره وقع لها اجهاض. غير هو هنا فين الامور بدات كتبان غريبه شويه. كاين واحد الميساج صيفطو سيت جاي لمرتو هيونغ نهار من بعد ما وقع لها الاجهاض، وقال لها فيه ماشي مشكل، ما حدنا انا وياك بصحه مزيانه، نقدروا نعاودوا نولدوا بيبي اخر. كنحس براسي حمق وما كانش مسؤول، سمحي لي بزاف. هنا السؤال علاش كيعتذر؟ واش زعما حيت كدوز من هذيك الفتره اللي صعيبه؟ صحابات هيونغ كيقولوا بان فاش كانت حامله كان باغي يدير معاها علاقه حميميه. داروها مره واحده ملي اكتشفوا انها حامله وكان شويه ديال الدم، فهي كانت خايفه بزاف على الجنين ديالها وبقات كترفض. امورها تخاصموا وداروها مره اخرى واخا ما كانش باغا، وهنا فين طاح ليها البيبي. اوكي بالنسبه لهيونغ راه ماشي غير الاجهاض اللي كان، واخا هذه بحد ذاتها راه صعيبه بزاف. هيونغ وقع لها واحد المشكل صحي اللي كيوقع غير الوحده من كل 30 الف مره. في الحاله ديالها وقع لها اجهاض، واللي هو فاش كتكون عندك بويضه مخصبه في الرحم ولكن ما كيكملش هذاك الحمل. وكان عندها في نفس الوقت الحمل خارج الرحم. الحمل خارج الرحم ديال هيونغ ما بانش من الاول لان هذا الشيء نادر بزاف. المهم الا ما كنتوش عارفين، اكتوبيك بريغنانسي او الحمل خارج الرحم هو ملي كتكون عندك بويضه مخصبه ولكن ما كتوصلش للرحم، كتبقى خارج الرحم وغالبا ما كتكون في قناه فالوب. وهذا الشيء خطير بزاف، خطر ديال بصح، تقدري كاع تموتي، تقدري تموتي بسهوله الا وقع لك هذا النوع ديال الحماله، لانه هذيك البويضه المخصبه غتبدا كتكبر في قناه فالوب واللي ماشي بحال الرحم واللي مديور باش يتحمل هذاك الجنين، فهذيك البلاصه ما غاديش تجبد وغتفرقع وغيجيك نزيف داخلي حتى تموتي من غير لا عتقوك في البلاصه. فبالنسبه لهيونغ دازت مده طويله وهي ما عرفاش بلي عندها هذه الحاله، كان كيتسحب لها غير اجهاض وصافي. وفي الاخر ملي اكتشفت هذا البلان كان ديجا تسبب لها في واحد الضرر اللي كبير، لدرجه ان الاطباء قالوا لها خاصك ديري عمليه جراحيه مستعجله باش يحيدوا ليها قناه فالوب. وهذا الشيء هذا طرا قبل العرس، يعني في جويه شهر 9. وهاد الاحداث كاملين تقريبا وقعوا في 6 شهور. فتخيلوا معايا هيونغ فاش كانت يلاه دارت العمليه وكانت باقا في السبيطار، الفرمليات كانوا كيجيبوا ليها الماكله وكيمشيو وصافي. عائلتها هما اللي خاصهم يتكلفوا ويحاولوا معاها باش تاكل، لانه هي ما كانتش كتبغي تاكل، كانت كتبقى غير متكيه في بلاصتها. وفي كل مره الفرمليات كيجيبوا ليها الماكله وما كتبغيش تاكل حيت عيانه اولا ما عندهاش شهيه، نورمالمون راجلها سيد جاي هو اللي خاصو يوكلها بيديه ويحاول معاها الى اخره، ولكن هو كان كيجلس وكياكل ليها داك الشيء كامل اللي جابوا ليها. صافي في الاخر طلع ليها في راسها وما بقاتش قادره تشوف كمارته، وشويه غتقول ليه عرفتي شنو غدير؟ سير للدار وكل الكلاب. فعلا مشى للدار وغطلع الكاميرات من التليفون، وماشي غير مشى وعطى الكلاب ياكل، لا السيد كوموند لراسو بيتزا، نعس في الكنابي وجلس كيتفرج في التلفازه وكيخشي في وجهه وما مسوقش نهائيا لمرتو اللي في السبيطار واللي دارت عمليه وحالتها حاله. فبقات كتفرج فيه من الكاميرات وحسات بخيبه امل. وما تنساوش بان هذا الشيء هذا راه قبل الزواج، ولكن اللي كفس من هذا الشيء كامل هو انه من بعد تقريبا شهر في هذوك الميساجات اللي بينها وبين سيد جاي كانت كتقول ليه مع الحمله والاجهاض الجسم ديالي وليت كنحس به ضعيف بزاف، كلشي تبدل على غفله وجاتني صعيبه نتاقلم. جاوبها وقال ليها ملي كنعياو كيخصنا نوقفوا مع بعضياتنا ونساندوا بعضياتنا. جاوبت وقالت ليه هاد الهضره هادي عندك فيها الحق، ولكن انت باغي غير نوع واحد باش تقدر تعبر على هاد الشيء هذا، وانا راه عندي غير جسم واحد. دابا هو كيقول ليها زعما انا وياك بجوج بينا عيانين، وفاش الكوبل كيكونوا عيانين كيخصهم يعولوا على بعضياتهم، وهي تقول لي بان الطريقه الوحيده اللي انت باغي هي السكس، وانا دابا ما نقدرش ندير علاقه جنسيه. وهو ما كان مسوق لا ليها ولا لانها مريضه، كان باغي غير داكشي. امورها بشهر
شهر غتقول ليه في ميساج راه لا تراس لي في الحمي وباقي ما براش لانه كندير الغراز، فغتقول ليه الا الغراز وباقي ما براوش كيفاش الرحم ديالي غادي يكون برا. وسيت جي يجاوبها ياك الطبيب قال لينا نقدروا نرجعوا للحياه اليوميه ديالنا من بعد شهر. صراحه انا تقضاو ليا، انا كيجيني هاد السيد خاصهم يسدوا عليه في حديقه الحيوانات. ديروا في بالكم بان العيالات اللي دازوا من نفس التجربه ديال هيونغ قالك بان الطبيب قال ليهم خاصهم على الاقل 1 2 سيمانات باش يقدروا يرجعوا لحياتهم العاديه، وشي وحدين راه حتى 6 ديال السيمانات، وهادو راه كيبقاو غير نصائح وارشادات. اما التوقيت ديال بصح راه كيرجع للمراه هي اللي كتقرر امتى مستعده وامتى باغا، خصوصا ان الموضوع اللي كنهضروا عليه عنده علاقه مباشره بهذيك المنطقه اللي مريضه وخاصها الراحه. المهم علينا، كاين واحد الاستوديو ديال بيلاتيز معروف في كوريا الجنوبيه سميتو ديانا بيلاتيز، فيه ديك تقريبا 5574 متر مربع، شاد الطابق التاسع كامل ديال واحد البنايه كلها زاج. ملي كتكون فيه كيبان لك المنظر كامل ديال البنايات الاخرين، المدينه كامله. المهم داكشي زوين، وبزاف ديال الافلام الكوريه تصوروا في هذا الاستوديو نيت، ومؤخرا نقصت الشعبيه ديالو خصوصا من بعد هادشي اللي غنعاود لكم. في الباب ديال هذا الاستوديو كانوا معلقين واحد الورقه وكاتبين فيها مورا لاكسيدون اللي وقعات مرت سيت جي ماتت وسيت جي باقي في العنايه المركزه وحالته خطيره. الاستوديو غيبقى محلول وغنحاولوا كلشي يبقى غادي مزيان، وشكرا لتفهمكم. دابا اللي خاصكم تفهموا هو ان سيت جي مول هذا الاستوديو، وهاد الورقه تعلقت في الباب من مورا الموت ديال مرتو هيونغ. ولكن راه ما كاينه حتى شي قصيده، هيونغ كاع ما ماتت في اكسيدون وسيت جي ما كانش في المستعجلات. في الواقع معتقلينه كمشتبه فيه رئيسي في المقتل ديال مرتو. ملي كان مع البوليس في الكوميساريه سيت جي بدا كيقول ليهم اشنو دابا زعما انا اللي درت هذا الشيء. جاوبوه قالوا ليه حنا ما قلناش هاد الهضره هذه، ولكن جاوبنا بعدا وقول لنا واش مرت كانت مريضه. هو يقول لهم علاش كتسولوني انا فاش غلطت. سجي قال البوليس انا ما عندي حتى شي فكره اشنو طرا هذيك الليله. قال لهم بلي رجعوا للدار مورا ما شربوا، وواخا كانوا شاربين هي كان عندها واحد الارق اللي خايب بزاف. فكيف العاده هو مشى تكا في الكنابي بين ما هي داها النعاس في البيت، وموراها عاد ديك الساعه هو يقدر يدخل البيت ويتكا حداها. عندها مشكل باش كيديها النعاس، ولكن مع كيديها النعاس كتمشي نعسها ثقيل. قال لك مشى البيت موراها بشي ساعات وكان عارفها غارقه في النعاس، وقال لهم باي ذا واي انا راه ما كنتش فايقه هذا الوقت كامل، راه داني نعس في الكنابي والتلفازه مشعوله. فقت الصباح بكري باش نمشي للطواليت، وهنا فين قلت مع راسي راه غيكون دها النعاس غنمشي نتكا في البيت. رجعت للبيت كيت حداها وعاوتاني فقت مره اخرى باش نمشي للخدمه، كانت باقا ناعسه وخليتها هكاك. ولكن قال لهم باللي عاده هيونغ كتفيق غير شويه من بعد ما هو كيوصل للخدمه، واخا تكون شاربه الليله اللي قبل. ولكن هاد المره ما صيفطت ليه ميساج ما والو، وعيط ليها 4 ديال المرات مع هذيك 2 ديال العشيه وما جاوباتوش. كيفاش بقى ناعسه حتى للجوج ديال العشيه؟ قال مع راسو هادشي غريب. قال لك مشى كيطير للدار وهنا فين لقاها ميته في الناموسيه ديالها. قال لهم عيط على الطوارئ وهادشي اللي عارف صافي. فهادشي كامل اللي عاود ليهم كان سهل على البوليس باش انهم يتعقبوه ويبان ليهم منطقي. فعلا كانوا فيديوهات من كاميرات المراقبه اللي بان فيهم اللي كان خارج من الدار وهو غادي للخدمه مع هذيك 10 ديال الصباح. من لغه الجسد ديالو كيبان مرتاح نورمال وكالم بزاف. ولكن فاش البوليس سولوا الناس اللي خدامين عنده وجا الخدمه بحال ديما، قالوا ليهم الصراحه لا، نهار 13 مارس داز غريب بزاف وكاع ما جا، غالبا كيوصل مع هذيك 11 ولكن كاع ما بان. وبحدا من هذوك لي كورش اللي كاينين تماك قالت لك بلي صيفط ليها ميساج مع هذيك 1:30 ديال العشيه، قالت ليهم هضر معايا نورمال وقال لي غيحبس لي سالير. المهم موراها عيط على مرتو 4 ديال المرات وما جاوباتش، ومشى كيطير للدار وموراها عيط للطوارئ. فصحابه هيونغ ما كانوش متيقين هاد الهضره هذه لانه ماشي منطقيه نهائيا. كيفاش مرا يلاه في الثلاثينات وكانت بخير، وغير باش نقول لكم راه كانت راده البال مزيان لصحتها وكانت من داك النوع اللي متبعين هيلثي لايف ستايل، فكيفاش ما تصغير هكاك وهي ناعسه وما شربتش بزاف هذيك الليله اللي قبل وزعما ماشي ردات ولا شي حاجه. ما كاين حتى شي دليل على انها ردات اولا كانت سكرانه بزاف لدرجه ما قدرتش توقف وتخنقات بالتقيه ديالها. وهذا الشيء راه بصح كيوقع للناس كيكونوا سكرانين وكيتخنقوا بالتقيه ديالهم وكيموتوا، ولكن باش هي تموت غير هكاك راه ما يمكنش. 사랑한다. 그래. 사랑해. ولكن الا جينا نشوفوا النتائج ديال التشريح، عندها واحد الزروقيه في فمها الفوق في الجهه اليسريه وواحد العضه خفيفه بزاف من فمها من التحت. ولكن مره اخرى هادو كلهم حوايج اللي ممكن يوقعوا ليها ملي كانت كتخنق اولا فاش كان كيتحبس ليها التنفس. ولكن حاجه وحده اللي ما يمكنش لك انك تفسرها اولا تشرحها، واللي هي واحد الخط احمر خفيف داير ليها العنقه. زعما خاصنا نتيقوا بلي كانت لابسه واحد الشال ملي كانت ناعسه، اولا زعما كان شي خيط في الناموسيه وتكات عليه، وفاش كانت باغا تدور ولا ما نعرف دار ليها العنقه وخنقها مثلا. هادشي هذا ما كيدخلش للعقل. المهم واحد من الجيران اللي في هذوك البنايه، هذوك اللي ساكنين تحت من لابارتمون ديال هيونغ وسيت جي، قالوا بلي في هذيك الليله سمعوا شي حاجه اللي في شكل، لدرجه انهم حاولوا يتواصلوا مع هيونغ النهار اللي من بعد باش يتاكدوا بلي كلشي مزيان. والبوليس طبعا غادي يسولوهم اشنو سمعتوا. قالوا لهم حنا نعسنا خفيف وحساسين بزاف، وعاده كنحاولوا نجهلوا الاصوات العاديه، مثلا شي واحد ضرب شي حاجه اولا شي حط طاح ليه التليفون ولا الصوت ديال الرجلين. المهم الا كنتي ساكن في ابارتمون كتعلم انك تجاهل هاد الاصوات وما تديهاش فيهم. ولكن هذيك الليله كان واحد الصوت اللي غريب وما مولفينش نهائيا كنسمعوه، كتسمع بحال شي
حاجه كتجر، شي حاجه ثقيله بحال الا كتجر الاثاث، ولكن ما كديرش هذاك الصوت. عرفتوا ملي كتجروا شي حاجه هكذا ثقيله وعندها الرجلين وكدير داك الصوت مع الارض، ماشي بحال هكا سمعوا. هما قالك بحال الا جريتي شي حاجه ثقيله ورطبه بحال الماطله مثلا. ومراها قالوا ليهم سمعنا بحال صوت ديال الفرفاره اولا جناح ديال الطير كيحاول يطير ولكن تشدو بيديك. ومرا غيتسمع واحد الصوت بحال الا شي واحد كيخرج النفس اولا كيتخنق وكيدير ديك وقالك بان هذا الصوت هذا تسمع ما مره ما جوج وما كانش صوت راجل، وكانت المده ديالو تقريبا واحد 30 ثانيه. المهم ما طاحت لهم حتى شي حاجه في بالهم، ممكن يكونوا فكروا في شي حاجه ولكن الغد ليه في الصباح غيبانوا لهم البوليس وتخلعوا. وهنا فين غادي يصيفطوا ميساج لهيونغ واكتشفوا بانها ماتت. واللي مهم اكثر هو هذا الشيء هذا اللي اكتشفوه البوليس. كاينين كاميرات في قلب الدار لان هيونغ عندها واحد جوج كلاب في عمرهم 15 عام، كانوا عندها ملي كانوا باقيين دي بيبي، فكانت ديما كتبغي تاكد بانهم بخير ملي هي كتكون خدامه. فهنا عائلتها غادي يفكروا مع راسهم وقالوا خاصنا نشوفوا الكاميرات ديال الدار، الا ما فهمناش وما عرفناش اشنو واقع نمشيو نشوفوا الكاميرات ديال الدار. فغيهزوا التليفون ديال بنتهم هيونغ وماشي غير تسجيل هاد الكاميرات ديال المراقبه اللي تمسحوا وصافي، لابليكاسيون كامله ديال الكاميرا كانت محيده ومديزانستاليا. وفي الاخير سيت جي غيبدل القصه ديالو لان حتى حاجه من هادشي كامل ما كانت منطقيه وما كتدخل العقل، لا الاختناق ولا الطريقه باش ماتت، وما كان حتى شي دليل بلي شي واحد دخل للدار اولا اقتحم الدار. وحتى من الفيديوهات ديال الكاميرات ديال المراقبه تمسحوا. يعني في هذا السيناريو هذا سيت جي كان هو الوحيد اللي يقدر يدير شي حاجه. فغيبدل القصه ديالو وقال لهم اوكي انا لصفيتها لمرتي ولكن راه بالغلط. قالك بلي دابزو فاش كانوا سكرانين وما دار والو غير دفعها لانه كانت كتحاول تضربو وهكذا ضربات راسها وماتت. والاصابات ديالها ما منطابقينش مع هذه القصه لانه ما عندها حتى شي جرحه في راسها من اللور. وكيفاش كتفسر الاثار اللي عندها في عنقها؟ كيفاش غتفسر بان سبب الوفاه هو الاختناق؟ واللي كفس من هذا الشيء كامل هو انه بدا كيلوم في هيونغ، بدا كيقول بانها كانت كتشوف عائلته شوفها ناقصه وكطيح منهم، فهو ما عجبوش الحال. وماشي حيت هو راجل عصبي او لا عنيف، لا، ولكن حيت كان خاصو يدافع على عائلته. هذا الشيء راه فيه شرف العائله، فكان خاصو يدافع عليهم. سجي غادي يحاول يدعي من بعد بانه قرا الميساجات في التليفون ديال مرتو هيونغ فاش كانت كتعاود لصحاباتها على ماماه، يعني عجوزتها واللي كانت مداوي الاحتياجات الخاصه، وباللي بسبب هاد ماماه هيونغ ما كانتش باغا تولد معاه حيت قالت لك خايفه يكون هذا الشيء هذا وراثي. قال لهم ديك بنت الحرام الشريره الموسخه كتهضر خايب على ماما اللي معاقه. ولكن في الواقع هيونغ كانت كتهضر في ميساجات مع صحاباتها وكتقول لهم حماتي مسكينه صعيب عليها تهضر اولا تمشى. ملي كنمشي لعندها كنبقى جالسه معاها شويه قبل ما نرجع للدار، وسجي كيقول لي بلي كيفرح ملي كيشوفني معاها وحتى هي كتفرح وكتبتسم. دابا صحاباتها كاع ما جاوبوا على هاد الميساجات وموراها في هذاك الجروب نيت هيونغ غصفت لهم ميساج اخر يمكن حيت وقعت شي حاجه بينها وبين راجلها، وقالت لهم علاش تزوجت بهذا الزمر بهذا الميكرو. فهو انا كان كيحاول يقول لهم بانها قالت هاد الهضره هادي زعما بسبب ماما. وموراها صحاباتها جاوبوها وقالوا ليها علاش اشنو وقع، وجاوبتهم انا ما غنحملش من هذا الميكرو، ما غاديش نولد منه. وما غيقولوا ليها كيفاش، وجاوبتهم كيدابز معايا وكيقول لي راك وعدتيني 2 مرات في السيمانه وما بقيتيش عند كلمتك. صحاباتها قالوا ليها ورا زعما ماشي بحال ما كديروا والو، وهي تقول لهم هادشي بالضبط اللي كنقول لكم، ماشي كنقول ليه لا الشهر كامل، ولكن هو راه عيق، راه ولا مهووس، راه صافي مشى ليه العقل. غير هو كل ما البوليس كيزيدوا يتعمقوا في المحادثه ديالهم لقاو ميساجات بيناتهم واللي مهمين اكثر. وباختصار فين كانت كتقول ليه راه هذه ماشي اول مره نقول لك نتفارقوا حيت انا ما نقدرش نلبي لك هاد الاحتياجات ديالك كاملين، عافاك خلينا نحبسوا هنايا. صراحه غيكون حسن الا تلاقيتي مع شي واحد اللي غيعطيك هادشي كامل اللي باغي حيت انا ما بقيتش قادره على هادشي. ما علينا. البوليس غادي يكملوا التحقيقات ديالهم ولقاو بانه في التقارير ديال علم السموم هيونغ فاش ماتت كان عندها الدواء ديال النعاس في الدم ديالها، وكونها واحد المره اللي راه بالها مزيان مع صحتها ما عمرها كانت غتاخذ الدوايات مورا الشراب، يعني ما عمرها كانت غتخلطهم. بالنسبه ليها راه اي نوع ديال الدواء الا خلطيه مع الكول راه كيولي قاتل، وديما كتوصف صحاباتها واختها والناس اللي كتعرف. النيابه العامه قالوا بان سجي في هذاك الصباح حاول يتقرب منها وطلب منها يديروا علاقه حميميه، وهي كانت في الدوره الشهريه ديالها واللي كان جاتها كثيره بزاف. فبحال الا قلتوا هادشي كان شويه معقد تجمع ليها كل شيء، الاجهاض، العمليه اللي دارت، الدوره الشهريه، فهاد الشيء كامل مرضها ديال بصح. فتقرب منها هذاك الصباح وهي رفضات، وفجاه قرر انه يصفيها ليها. هكذا كان كيعاود ليهم، ولكن هاد الدافع المفاجئ غادي يستمر ل 12 ساعه. يعني في الصباح رفضت انها دير مع علاقه حميميه، فملي رفضت وقالت ليه لا غادي يخرجوا هذيك الليله دوزوها زوينه، وهو هذا الوقت كامل راه كان معصب وما عجبوش الحال وطبعا ما بين ليهم والو. وملي رجعوا للدار هذيك الليله صفاها ليها، يعني القتل مع سبق الاصرار. فالبوليس في الاخير استنتجوا بان هذا الشيء هذا كان متعمد. وكاين واحد الاخصائي نفسي سلوكي واللي خدام مع البوليس قال بانه ما كيظنش بان هذا الشيء كامل غير مساله رغبه جنسيه. فهنا غادي يخرجوا واحد التساؤلات باللي زعما واش هذا خونا مهووس بالجنس وفي نفس الوقت عنده ميولات ديال القتل. المهم راه غير باش نفهموا ماشي باش نعطيوها اعذار، لانه كيفاش راجل يقدر يصفيها لمرته فقط حيت ما بغاتش دير معاه علاقه حميميه، لانه عاده كنسمعوا الراجل كيخون كيدير هادي وهادي، ولكن هذا الشيء هذا بالضبط راه
ماشي طبيعي. الاخصائي النفسي السلوكي كيقول باللي يكون بصح هادشي هذا عنده علاقه بالهوس، كان ممكن انه يكون مهووس من هاد الناحيه هذه مع عيالات اخرين، ولكن ماشي هادشي اللي كاين. كيبان لي بان هادشي هذا داير على السيطره. بحال ديما لقاو في ميساجات اخرين ديالهم فين كيقول هيونغ عمرك ما تفكري تخونيني حيت غنصفيها لك. عارفه بزاف ديال الناس كيعجبهم يلوموا الضحيه وغيقول لك ايوا راه كان خاصها تهرب وما تزوجش به حيت كان كيهددها بالقتل، ولكن هاد اللعيبه ديال نصفيها لك اولا غنقتلك كنقولوها عادي بالضحك، وكاينين كاع ناس اللي كتجيهم كيوت. فغالبا الميساج كان بهذه الطريقه هادي تخونيني ولا تنقتلك. ولكن كان واحد ريد فلاجز اخرين وراه ما كنلومهاش، طبعا هو اللي فيه المشكل. ولكن صحابه هيونغ قالك بلي واحد المره كانوا في الطوموبيل وكانوا سايقين وناض صداع بيناتهم، واشنو دار وقف بالطوموبيل وسط الطريق هكذا، كان غادي في وسط الشارع توقف ليهم، وكانوا طبعا الطوموبيلات موراهم وبقاو كيكلاكسونيو، وراه سول بحال اللي تقولوا كازا الناس ما مسالينش كيكلاكسوني والروينه نايضه، وهو ما بغاش يتحرك، وقف في بلاصتو وما بغاش يحبس المخاصمه. الطبيب النفسي كيقول من وجهه النظر ديال شي واحد بحال هذا المجرم باش ان الضحيه تخليه وتولي مرت شي واحد اخر، هادشي هذا صعيب حتى يتخيلوا. فكيبان بان هاد الكراس طلق في شهر جوج وواخا هكاك ما تطلقوش، والامور بيناتهم كانت غاده وكتزيد تكفس مع الوقت، بالاضافه انها رفضته في العلاقه الحميميه وقال مع راسو صافي ما فيهاش هذه غتمشي وغتخليني، وقرر في هذيك اللحظه بلا ما يتحكم في الغضب ديالو والمشاعر الغريبه ديالو تجاه هذا الموضوع العلاقه الحميميه مع مرته انه يصفيها ليها. بمعنى اخر الا ما كانتش ليا غندمرها ونخرج عليها. فالقضيه دازت المحكمه وحكموا عليه ب 25 عام ديال الحبس. راكم عارفين كوريا والاحكام ديالهم اللي كيجيبوا الجلطه. بزاف ديال الناس كيقولوا باللي باقي كاين ما يتقال في هذه القضيه، بحال انه كان بوحدو مع الجثه ديال مرته لوقت طويل، فالناس شاكين في هذاك الشيء اللي ممكن يكون داروا في هذاك الوقت، وهذوك الاصوات اللي سمعوا الجيران، ولحد الان ما عرفناش اشنو كان هذاك الصوص ديال الجران، واش كانوا مدابزين ومن بعد طاحوا في الارض وبقاو كيتجروا، ما عارفينش واش مثلا خنقه في بلاصه اخرى ومن موراها جرها لبلاصتها الناموسيه، وواحد البلان اخر على سي جي السميه الحقيقيه ديالو ما معروفاش، ما عارفينش وجهه كي داير. راكم عارفين هذاك القانون ديال حمايه الهويه في كوريا الجنوبيه، ولكن بالنسبه لهيونغ والديها كانوا باغيين يكشفوا على الهويه ديال بنتهم وحتى التصويره ديالها باش يوريو للعالم اشنو وقع واشنو خسروا واشنو تسلب منهم. ودابا بزاف ديال البنات وصحاباتها كيشوفوا هذه القضيه كعذر باش يهربوا من الزواج، لانه في شي بلايص في اسيا الزواج بالنسبه لهم مهم وضروري، هو هذيك النكست ستيب في حياتك. فبزاف ديال البنات كيستغلوا هذه القضيه من بين بزاف ديال القضايا اخرين باش يوصلوا هذيك الفكره ديال راكم ماشي مجبرين انكم تزوجوا، لانه الا تزوجتي بالشخص الغلط حياتك غتسالي. وهذه القضيه اللي كان العنوان ديالها مؤخرا ولا ترند في انستغرام كيكتبوا بحال هكا زوج في ساوث كوريا صفاها لمرته لانها رفضت دير معاه علاقه حميميه. قولوا لي اشنو بان لكم في هذه القضيه، وبالنسبه للعائلات اللي مزوجين واش سبق لكم تحطيتوا في هذه المواقف؟ خليوا لي تعليقاتكم كنقراهم كاملين، وشكرا لكم على المشاهده. نشوفكم في القضيه الماجيه، ردوا بال راسكم، باي باي.